مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ مجنات. اليوم جبت لكم أكلة عراقية تراثية كلش طيبة اللي هي مطبق السمك بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. يلا خلونا نبدي على بركة الله. أول ما نبدي بطريقة العمل، هنا عندنا طاوة راح نضيف عليها دهن ونضيف كمية من الشعرية ونبدي نقلبها إلى أن يتغير لونها ونحمسها إلى أن تاخذ لون كلش حلو، لون ذهبي. وبعدين راح نضيف عليها قليل من الملح ونضيف عليها نمي بصرة، وهنا راح نبدي نقلبها إلى أن قلنا كلها تصير لونها ذهبي حلو. راح نضيف عليها قليل من المي يغطي سطح الشعرية، وراح نتركها على نار هادئة إلى أن تنشف وتصير بهذا الشكل اللي تشوفوه. ونروح للخطوة الثانية اللي هي السمك. هنا من بعد ما قطعته وغسلته ونظفته راح أبدي أضيف عليه الملح والتتبيلة الخاصة للسمك، راح تنطيه لون كلش حلو وطعم طيب. وهسه صار عندي السمك جاهز حتى أقليه. ضفت هنا خليت طاوة وخليت عليها زيت وراح أخلي عليه قطع السمك. وهنا عندي كوب ونص من التمن، خليت جدر وعليه مي وملعقتين طعامة من الملح، وضفت التمن عليه وبزلته. وهنا عندي قليل من الزبد. من بعد ما صفيته ضفت عليه هيل ينطي طعم كلش طيب، ونكهة الزعفران. نكهة الزعفران تنطي لون وطعم صار كلش طيب. وهذا يكون راح أخليه على نار هادئة، وهذا الشكل النهائي. وإحنا وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي أخذنا قليل من البصل، طبعا حسب الرغبة قطعناه على شكل شرائح وظلينا نحمس إلى أن تغير لونه، وضفنا عليه قليل من الكركم والملح، وراح نضيف عليه قليل من النمبصرة أو هذا الشيء اختياري، أو نضيف عليه نكهة من بهارات السمك، هاي كلها تنطي طعم كلش طيب. وبعدين راح نضيف الكشمش عليه ونبدي نقلبه إلى أن يتغير لونه ويصير لونه كلش حلو بهذا الشكل. وهاي تكون المرحلة النهائية. وبهيك شي كملنا كل الطبقات إلى أن هسه نوصل إلى آخر شي اللي هي ترتيب الطبق. طبعا تزيين وترتيب الطبق يكون حسب الرغبة. هنا أني سويته بهذا الشكل اللي تشوفوه. راح أضيف التمن أو الرز كليته وأخلي بطريقة معينة الشعرية والحشو، وبعدين أضيف قطع السمك عليه. تقدرون تسووه بطريقة ثانية، هذا شيء اختياري. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات، واترككم في أمان الله.